A face just went in the sink. السلام عليكم. رايحين نجيب رغد، راحت هايكن مع أصحابها وبعدين نروح بيت عمي إن شاء الله. بس شوفوا جمال المكان معي ما شاء الله، كيف الجنة يعني. شوفوا الخضرة والمي فظيع. وهي رغد ظهرت. لفينا ندور عليها، أخيرا حصلنا. هالمكان كبير مرة. الآن خلاص فصل الربيع، فصل الربيع هذا خطير، فظيع 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 في أمريكا. ياه وصلنا بيت عمي والأطفال فرحانين مع بعض استقبلونا. يشوفوا عائشة، لأن عائشة كانت تعبانة، كنا في الطوارئ أمس. وهنا الأكل، ملفوف التونة والخضار مكرونة، سلطة المكرونة وخضار، وهنا بيض. وهذا خلية النحل سويتها يعجبهم مع الزبدة. وهنا ملفوف يعني الملفوف حق الكرنب، بطاطا، برضو بطاطا بس مطبوخة بأشكال مختلفة. هذه الأكلات، الوجبات الأمريكية المتعارف عليها في هذه المناسبات. ما يتغلبوا زينا بالأكل، حاجات خفيفة وحاجات سهلة ما تأخذش منهم وقت، وبنفس الوقت ما لها شي يعني تمشي. طبعا هنا الدلع يعني على إني عملت خلية النحل، فشوفوا ما شاء الله كيف قطنية. عمتي هنا فرحانة بعيوشة، بقالها فترة ما تشوفهاش، فرحانة انها تاخذ خطوتها الاولى. دي يعني حماتي. هنا انا والحب، فقاقيع الصابون. شفت الاطفال قاسين ينفخوا ويلعبوا، وما عشنا الطفولة، قلنا يلا نقرب. والله ممتع، ما عاد دربتش اوقف. عمي لاعب عيوش. عمي عندنا يعني أغلب الإخوة المصريين يقولوا حماتي وحماية، فهذا أبو زوجي يعني إحنا نقول عمي. فعمي يلعب مع عائشة، عائشة مبسوطة ومستمتعة جدا ويتداولوا فيها. أروح هناك أتدلع، أخذ لي شوية استراحة، لأنه في البيت هي ما تشتي غيري. فهنا الآن يعملوا البيض، لأنه عندهم مناسبة اللي هو عيد الفصح عند الإخوة المسيحيين. فهنا البيض صناعي، بس يدخلوا فيه كاندي وشوكولاتة صغيرة كذا وفلوس أحيانا، ويخبوها بشكل بسيط في الأطفال يشوفوها يعني. وبعدين الأطفال يخرجوا يدوروا البيض، كل واحد معه سلة، ويشوفوا في الآخر إيش معاهم. هنا جدتي اللي هي أم عمتي تصور مع الأولاد صورة تذكارية يعني. ف يلا. مش سهل إن أنت تتصور مع الأولاد. الله يعينها. أخيرا تمت اللقطة، ولقطة ثانية وهم جالسين. يلا على خيرة الله إن شاء الله تزبط الأول، الطفل الثاني يعمل حركة، وهكذا يعني. خذ لنا وقت على بال ما جلسوا كلهم، بس لحظات حلوة يعني، مبسوطين. ايش رأيكم بالمكان هنا في بيت عمي؟ شوف الخضرة. طبعا أنا لما أشوف هذا المكان حاجة واحدة تخطر في بالي، أصحاب القرى اللي في القرية اللي عندهم غنم بهايم، أقول الله ليتهلاين هنا البقر والغنم والبهايم حق اليمن يجين يرتعين. شو كلنا هذا الحشيش كله. يعني ايش خطر لكم؟ رومانسي يشتي قلص قهوة وجلسة كذا؟ لا. طبعا هو عندهم عيد الفصح اللي هو مناسبة دينية يحتفل فيه إخواننا المسيحيين بهذه المناسبة. بالنسبة لنا إن إحنا يعني ما نروحش يعني الكنيسة معهم كاحتفال، وكمان ما نهنئهمش بهذه المناسبة. أنا بالنسبة لي شخصيا أشوف أنه الأطفال ينبسطوا بالجمعة واللمة، وهذه البيض اللي يشوفوا فيها الحاجة الجوائز يعني. What are you doing, Peppa? Hey! Are you putting in eggs? Having eggs? Remember, we got no. Andrew. We better just. Hey, don't go past this. Andrew, Okay. Huh. what are you doing? Putting eggs down. Alright, don't make it so difficult for Oh, that's kids. a hard one. That's a green. الله على جمال المكان، راحة والله نفسية هنا حيل.
y'all ready? On your خلاص تم الأمر، وزعوا البيض سابوه هنا الآن. وقت الأطفال يستعدوا يأخذوا البيض، يعني يدوروا عليهن. بحكي لكم حتوتة صغيرة يعني كيف وصلت قصة البيض هذه لعيد الفصح. طبعا هي مش خاصة بالمسيحيين، لا، هم كانوا الوثنيين القدماء اللي ما لهمش علاقة بالمسيحية خالص، يعتبروا انه البيض رمز للتجديد اللي صاحب وقت الربيع. وأيضا تزيين البيض هذه عادة قديمة من أوروبا. مع انتشار المسيحية حبوا إنه يتبنوا عادات شائعة معروفة مساعدة الناس بالشعور بإيش؟ بالارتياح عند اعتناق المسيحية، فاتخذوا من هذا البيض رمز لهم. المسيحيين الكاثوليكيين يحتفلوا بالصوم الكبير، واللي هي 40 يوم صيام صلاة. في القدم كانوا يعتقدوا إنه مش مسموح لهم إنه يأكلوا البيض خلال هذا فترة الصوم، ولكن يسمح لهم في عيد الفصح اللي هو يوم الأحد. فنشاط إخفاء البيض عملوه عشان للأطفال، لكن حاليا استخدموا البيض البلاستيك يعملوا فيه الشوكولاتة ولا البنبونة. فالجهال يروحوا للبيوت الجيران يطلبوا البيض، وكان بيض حقيقي يعني. ومع مرور الوقت تحول هذا لنشاط لإخفاء البيض عشان يحصلوا الأطفال، وبالآخر بدل ما يصبح بيض حقيقي استخدموا البيض اللي هو البلاستيك يعملوا داخله شوكولاتة البنبونة. هنا جاء أندرو يساعدني في عائشة. وعائشة طبعا مستمتعة مش عارف إيش تسوي. كل اللي جمعته هن 3 بيض إحنا اللي جبنا لهن هي، وما مش عارف إيش فيه يعني، شي بس تفتحها ولا تدخلها لفمه. هنا بروح أساعد تالية عشان تطلع البيضة الذهبية اللي فيها الفلوس، بس للأسف كانت قد سبقتها فيها بنت عمتها ما شاء الله حصلت البيضة اللي فيها الثنتين البيضة اللي فيها الفلوس تقريبا من $5. أنا رأيي عن فكرة هذه النشاط، أنا الفكرة هذه حلوة كذا للأطفال بهجة وينبسطوا، وزي ما احنا بعيد الفطر يعني. هذين حلياتي العزيزات الغاليات على قلبي، كيندرا وكيتلين، توأم، بس حبوبات مرة حبوبات، الله يسعدها إن شاء الله. تالية متحمسة كثير شوية كمان ونحتفل بعيد ميلاد عائشة الأول. طبعا هو ثاني يوم بعد عيد ميلادها الأصل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aisha. Happy birthday to you. Blow it out. Good job. Talia, leave her. She's not smashing. She's just tasting nice. Okay, now should we start slicing some pieces? She's like, I like it. Whatever. You like it? What? The fish just went in the sink.